أيها الحفل الكريم، الشاعر متعب بن خلف الخلفي كلفني أن ألقي هذه القصيدة، وبناء على كبر سنه يعني ويقول ما أشوف ما أقرأ، وأنا والله أتشرف. الله يستعين. يقول متعب: مرحبا ترحيب غالي بالضيوف ومن حضر، مرحبا ترحيب غالي بالضيوف ومن حضر، عد همال المخايل وعد ذعذع الرياح، في محل مكرم الضيف، في محل مكرم الضيف عنوان الفخر، ما تكفل سجته في مساء ولا صباح، ما طلع شيشان لطيف شيخ معتبر، الصحيح قال ما هو كلام بالمزاح، أنا أشهد أنه راعي الطيب وحزام الظهر، وبدل المعجوب يبتعك مثل بتع السلاح، من مخلط فزعة العز لا دق الخطر، العدو تسقيه بالمر والسم الدحاح، ومرحبا بشيوخ ومرحبا بشيوخنا عداد همال المطر، من نفوس تمجد الضيف وقلوب صحاح، الشيوخ اللي لهم عندنا عز وقدر، روس حرب وعزنا لا بدا ضرب الرماح، فعلهم مشهور والعين يقضيها النظر، في اللوازم ترخص المال ما فيهم شحاح، والصلاة تختام قولي على سيد البشر، هذه المسلم على العز ودروب الفلاح. صح لسانك الشاعر. الشاعر الكبير المعروف والمشهور والذي أرى فيه كل ما قابلته، وأنا تعمدتني ما أكتب شيء عندما أقدم له، أرى فيه السمت وزين المحيا والابتسامة التي لا تفارق محياه، إنه الشاعر مخلد بن مشعان الثحيم. تفضل. حيا الله الجميع من خارج القبيلة، حيا الله سليم شاعر سليم وربعه، حياكم الله، وحيا الله زهران وجميع القبائل، الله يحييكم. وما الرجل الشيخ عبد الله بن نحيف هذا رجل له معزه الحاله، والشيخ بن ناحل والله مهما كتبنا فيكم والله ما نوفيكم لو كتبنا معلقه، لكن انا ظرفي تعرفونه، احنا عندنا رجال امس رفعنا السيف على رقبته ولا الحين ما جيت غير العصر. اي والله عندنا قضيه ومشغولين والهاجس موقف. فعندي شيله باللطف الجو، شيله حربيه هذه مسميها حربيه. يقول سر يا قلم بالطيب حسب القوانين، خلك على يمنى يعز وجسرا، واللي يختلف ممشاك عند السلاطين، والله لا حدك لين تقدح شرا، بنت فكري
خلي يقول حي يستريح الله يحييك. ربعي بني سالمك عمل معادن لبه يا نسل الشرف والطهر ومسروح دكوفي ومسروح دكوفي جميع الميادين ومن السطر وصلوا لبرجات تجاره ولو يسمحون الحرب في دار تشرين بشار يعلن بالاثير انهياره حنا هزمنا الترك في عام 200 واللي يعادينا نعجل دماره ولو ينكر التركين جيب البراهين للحين باقي في المدينة قطرة لكن قبايل بين نخلة وسيفين في حكم أبو متعب ونرفع في حكم أبو متعب ونرفع شعاره في دولة تحكم على الشرع والدين واللي يخالف بشره بالخسارة ويا سيدي حنا على الحد صاحين شجعان لكن ننتظر منك شرع ويا سمحت تزهل وحنا ملبين بشار نقدر ندفنه وسط الدار. المحفل يستاهل قصيدة خاصة للمحفل والشيخ ماطر يحتاج معلق الحالة لكن والله العظيم اني ضربي عديت. الله يحفظك. أيها الحفل الكريم، يشاركنا كذلك الشاعر أحمد مسعود الهيبي الملقب بالشيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا. والله يا رجال أنا أعتذر على قصيدة بالمناسبة ما عندي سابقة. ولا تسألون في الطيبة والجديدة ما قصر. أما قصيدة اللي أشارك معها هي قصيدة في سابقة شاعر. أقول تسريبي الأفكار ودم وتيه ونادرين المال والدرب مسرح من شاب الشعر دوني وفيه شيء فصل والمزايا ومعناه تقطع الأشواح من دون عالي فاصل لحد قصى البحر ما صار صار بس لرأت في سمكون طريق وسابق الإنسان من شاه وبله ذميد النبت له اللي يحييه
وننوي ديار سابق الوقت مضمع عدل مدى الأيام تارق ضوانيه لا ينقص الدلوة ولا ينقطع معه نجم لهود ليل عمي ماشي ضيه يمين العمي الأبصار ممشاه والهم عصوب انت ولا سوى فيه من الشام خاتمين رسوة وما بناه يا ناشد ما لعلمكم تشبيه هذا الجهل لو كان مثل أشباه ذا سيد وارخص له الروح واغليه غلات من شاف المنايا المحيا فرقاه للفكوب الايام تشويه ولقياه نزهانا ونزهه بحنا اما لو كان ورجاه لا تضغى علينا المشاريه ان كان نقصنا ترى النقص عداها ملوكات الشعب يا صرح ساعيه يرفع لها الرايه على كف جمناه رايه عسى داره وسع بالبريد بساعته يجلب العبد مركاه. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، قبيلة جهينة قبيلة جهينة أهل الشعر ونقضه وفتله لهم فيه صولات وجولات، شعراؤهم مميزون ولهم حضورهم منذ القدم. وحفلنا الليلة يشاركنا فيه شاعر من قبيلة جهينة، هذا الشاعر الذي أكن له شخصيا فخرا واعتزازا بصحبتي له ولقاءاتي معه، الشاعر الكبير القدير أحمد بن حمود الجريسي. تفضل طال عمرك.